اوكي، ندوزو سؤال اخر. هذا سؤال غيعجبك. واش تبغي ولدك يكون تيك توكر زا ولا يتبع قرايته؟ وحنا عارفين اش كتقريوهم. اش كنقريوهم؟ كتقريوهم بلي الارض كرويه، كره. وهذا الشيء كيقول العلماء بلي ما عليه حتى دليل. شكون هاد العلماء؟ الارض كرويه وبالادله. نعطيك واحد المثال اللي كتشوفه بعينيك بلا ما نمشيو بعيد. صافي يا صاحبي صافي. ملي كتمشي للبحر كتشوف واحد الباطو غادي كيبعد، ما حدو كيبعد وهو كيصغار، ما حدو كيبعد وهو كيصغار حتى كيولي بحال نقطه. كتجي واحد الوقت كيغبر بحال دخل في وسط الماء، كيغبر تحت هذاك خط الافق. لا ما تدوزهاش عليا. الا كانت عندك شي كاميرا كاليتي مزيانه تقدر تزومي وغتشوف بلي الباطو مازال كاين تما وما نزل ما والو. وكيقولوا العلماء بلي هادشي حيت العين ديالنا كتشوف لواحد الحد معين وما تقدرش تفوت هذاك الحد. ونزيدك دوك الصواريخ اللي كتصيفط النازا واللي كيصيفط ايلون ماسك كلهم كيضربوا في قبة السماء وكيتفرقعوا وكيرجعوا للارض وكيطيحوا في البحر. راه كتشوفهم نيت في الاخبار كيطيحوا شعله فيهم العافيه. واحد القضيه اخرى في الكتب ديال المدرسه كتقريوهم باللي الارض كتدور على الشمس ب100 الف كيلومتر في الساعه، وتقريبا 2000 كيلومتر في الساعه كتدور على راسها. كون كان هاد الشيء بصح حتى حاجه ما غتبقى واقفه على الارض، لا الانسان لا الشجر لا الطيور، حتى حاجه كلشي غيطير حيت هاد السرعه خياليه. علاش ما كنحسوش بديك السرعه؟ هاد الشيء غيتخربق. عندك واحد الخلط كبير. وهذا الشيء علاش القرايه مزيانه واجباريه على وليداتنا باش ما يطلعوش اغبياء بحالك. واخا اش غتقول على الاقمار الصناعيه اللي خدام بهم العالم؟ الا وقفوا غيوقف العالم كما كنعرفوا دابا بالوسائل التكنولوجيه بالكونيكسيون اللي خدام به انتاني. انا ماشي غبي، انا عندي الاي كيو بحال اينشتاين. الاقمار الصناعيه ما عندهم حتى علاقه بالريزو. كون كان الريزو كيطلق من الاقمار الصناعيه غيكون في الارض كامله وفي كاع القناه، في الجبل وفي المدينه وفي اي بلاصه. ولكن اش كنلاحظوا حنايا ملي كتكون في المدينه كيكون الريزو، ما حدك كتبعد على المدينه ودوك الشراطي ديال الريزو كينقصوا. كطلع للجبل كيتقطع بمره. فين هما الاقمار الصناعيه؟ ملي غتكون في الجبل كون كان الاقمار الصناعيه كيطلقوا الريزو، الا كنتي في الجبل غيكون الريزو طالع. ولكن كنشوفوا العكس. انا نقول لك الريزو كاين في الكابلات ودايز مع الضوء في البوطوات، وكاين تحت الارض وتحت البحر.